صباح الخير. أنا حبيت أنقل تجربتي عن برنامج ثاندر. ده برنامج أنا بحثت عنه كتير جدا. في الأول كنت بشوف إعلاناته على الفيسبوك، كنت بقول إن ده برضو برنامج نصب وإن هم بيضحكوا على الناس، خصوصا إن أنا اشتغلت في مجال التريدينج فترة كبيرة جدا بس على برنامج أولمبي تريد. فكان الموضوع أصعب بشوية لأن أنت اللي بتعمل تحليلاتك وفي أكتر من حاجة تقدر تدخل عليها زي الفوركس أو الفيكس تايم أو الستوكس اللي هي الأسهم. بس برنامج ثاندر ده أول برنامج للبورصة اتعمل في مصر وللاستثمار، استثمار فلوسك بأكتر من طريقة وطريقة مضمونة جدا، واخد تصاريح من البنك المركزي ووزير المالية، وموثق جدا وكويس جدا ومضمون. ما تقلقش. انت اول حاجة بتدخل على البلاي ستور، بتكتب هنا سواء بالعربي ثاندر او بالانجليش. انا عشان محمله فانت تدخل على البرنامج. لو حابب تقرا الكابشن او الديسكريبشن في هنا بيكون انستول، بس انا منزله فتدوس داونلود، ولما بينزل بتدوس اوبن او بيفتح لوحده. اجمل حاجه في الابلكيشن ده، خصوصا ان انا واجهت صعوبه جدا على اولمبي تريد والمنصات اللي هو زي اولمبي تريد زي اكسبرت والحاجات دي كلها عامه. ده تقدر تحوله لعربي لان هو معمول في مصر، بيبدأ من مصر ومعمول بمجهود كبير جدا جدا، بس هو مضمون اكتر من ناحية المكسب وآمن من ناحية الخسارة. طبعا هو في اكتر من حاجة تقدر تستخدمها، في حاجات تعليمية. ده المجتمع زي الفيسبوك كده بس على ثاندر. انا انصحك الاول ان انت تدخل على الموقع ده الاول، لان هو بيديك لينك تقدر تاخد من عليه مبلغ، تبدأ المضاربة على الابليكيشن، فزي كوميشن كده. لان انا نسيت اعمل الحركة دي او ما كنتش عارفها، بس مش مشكلة. في حاجة كمان الاعدادات، تقدر تتحكم في الاعدادات، في الاشعارات النوتيفيكيشنز، المساعدة لو انت محتاج اي حاجة، سؤال واجابة. طب انا ما فهمتش اي حاجة من الكلام ده، فممكن اعمل تواصل مع الدعم. بتبدأ هنا ان انت تحدد سؤالك او بتحدد اللغة الاول، هنقول عربي. بعد كده بتختار ايه الشيء اللي انت محتاج تعرف عنه، تفاصيل عن ثاندر، فتح حساب ثاندر، ايداع السحب، مشكلة في البيع والشراء. بيديك لينكات، انت بتقدر انت من اللينكات دي تفهم الكيسز اللي معاك. طيب تمام. في حاجة جميلة جدا ان انت لو لسه بادئ عليه ممكن تكسب منه وتاخد هدايا كتير قوي من الانفايتس. ممكن تدعو صحابك، ده اللينك بيبقى خاص بيك. لو دوست رسالة بيديلك اكتر من اوبشنز ان انت تعمل شير من عليه. طبعا اللي بيفتح اللينك ده من خلالك وبينزل ابليكيشن بيبقى فيه 2 اوبشنز. اول حاجة الشخص ده بيكون المدعوون اللي هو بيكون واحد بس، بمجرد ما يبدأ استثمار، لما يستثمر بعد بمجرد ما يبدأ استثمار فبتبدأ ان انت تاخد بونص ممكن يوصل ل2000 جنيه. طب كويس جدا. ده اوبشن لو احنا لسه ما بدأناش اي حاجة. دي الجوائز. طبعا انا خدت جايزة عشان دعيت صديق ليا. اول حاجة طبعا انت بتوثق الهوية، اللي انت بتصور صورة البطاقة، بتكتب عنوانك واسمك، ولازم تكون بيانات صح جدا. بتصور بطاقة صورة وش وظهر، وبعد كده بتصور سيلفي لنفسك وبتبعتها، وبيبقى في طلب بيتراجع. نحن نراجع طلبك، لقد تلقينا مستنداتك. ممكن ابقى اشرح فيديو تاني لو انتوا طلبتوا ده، ازاي اعمل كريت او ان انا اعمل اكتف للحساب بتاعي. تقدر طبعا تسحب وتعمل ايداع، ممكن عن طريق فوري او فودافون كاش، او عن طريق المحفظة، عن طريق البنك. طب انا عايز ابدا تداول، هنا بيدي لك اكتر من اوبشنز. الطريقه الحريه الماليه ابدا من هنا. حمايه ضد الانخفاض القيمه الجنيه، بيدي لك اكتر من حاجه تقدر تستثمر من خلالها. لو دوست عليها فبيدي لك الشارتس من اب او داون من 1 month او 1 week 6 months. القيمة السوقية بيحسب لك كل حاجة، عائد الربح الموزع قد ايه، ربح السهم.
دي نبذة عن الشركة اللي انت هتبدأ تستثمر فيها. دي الأسهم المفضلة الفيفوريتس، هو طبعا بيبقى محددها لك زي المصرية للاتصالات، كلها حاجات مصرية أو راسكم. لازم تتابع الحاجات دي بشكل ديلي. صناديق الاستثمار دي ناس بيكون عندهم خبرة، لو انت مش عايز تاخد التجربة بنفسك بتبدأ ان انت تحط فلوسك وما بيستثمرها لك، بس بيكون نسبة الخطورة عالية. اوكي، ايه تاني ممكن نتكلم عنه في ثاندر؟ طبعا لو في اي سؤال ممكن تكتبه في الكومنت، وانا هجمع كل الاسئلة دي واعمل لها فيديو مخصص، علشان انا بس حبيت اشارك تجربتي. انا فعلا كنت خايف جدا، خصوصا انا بطلت فترة كبيرة قوي من اخر تجربة ليا، لان انا كنت داخل عن عدم خبرة. اتعلمت بعد ما خسرت كتير جدا، فحبيت ان انا ابعد عن موضوع التريدينج فترة طويلة لحد ما اهدى كده، لانه بيأثر على العاطفة. طبعا شروط هقولها لك عن التداول. اوعى تستثمر فلوسك بالعاطفة بتاعتك، بعقلك والتحليلات الفنية والإخبارية. ما تطمعش، خلي ليك في تنظيم أو إدارة لفلوسك، نسبة ربح معينة. افهم الشركة أو السهم اللي انت هتشتريه كويس جدا، اقرأ عنه كتير، وبعد كده ادخل في الموضوع. بس هو على مدى بعيد. يا ريت كل اللي عنده اي استفسار يبعته في الكومنت، وانا اجمع كل الاستفسارات دي واعمل لها فيديو مخصص وبطريقة احترافية اكتر. هنا بيقولك اربح حتى 2000 جنيه لو دعيت اصدقائك، بس لازم يستثمروا، يبدأوا يستثمروا. هنا ده البروفايل بتاعك، لو عايز تعدل تحمل صورة شخصية. هنا notifications، انا كنت حصلت على كأس. او معلومة كمان، هو بيشتغل من الساعة 10 للساعة 1:30 ماكسيموم، ده البورصة. في حاجة كمان، ان انت ممكن تبدأ تشتغل ديمو، تجرب بمعنى اصح. بيديلك مبلغ ان انت تستثمر بيه. طبعا هو مش يرضى لان انا مش في مواعيد العمل بتاعت البورصة. ممكن تشتري قيمة نقدية تحولها لأسهم، مثلا 100 يدولك 17 سهم. هو بيحسب لك 100 جنيه أو 2000 جنيه. طبعا انت ممكن تحط مبالغ قليلة جدا لو انت خايف من الموضوع، حابب تجرب. ده واحد صاحبي بعتله اللينك نادر محمود، هفضحك يا نادر. بيقول لي هنروح دبي، هنروح ان شاء الله دبي باذن الله، وكلنا هنروح دبي والناس اللي بتتفرج على الفيديو. شرح فوري بسعر تمام. هنا لو حطيت عدد الاسهم فبيدي لك عدد الاسهم دول يساووا كام مبلغ. دي بقى اوبشنز كويس جدا ان انت بتبدا الصفقه بتاعتك. انا محتاج ابدا الصفقه دي 17 سهم. اول ما السعر يوصل لمثلا سعر معين يبدأ الصفقة بتاعتك. غالبا انا شرحت نبذة كده مختصرة. انا حقيقي لو حسيت ان في تفاعل والفيديو وصل لعدد كبير من الناس، صدقوني هعمل فيديو مفصل عن كل حاجة بالظبط. ممكن اعمل سلسلة توتوريال يعني عن كل حاجة، لان انا خلاص انا كنت خايف جدا ان انا ادخل في مجال التريدنج بسبب اخر فترة حصلت معايا. بس انا فعلا بحثت كتير 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 عن الثاندر. جميل جدا ومبسوط جدا من التجربة دي، لان هو مرخص بطريقة جميلة جدا وبيأمنك اوي 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 اوي، ما بياخدش منك اي رسوم. وشفت فيديو عن واحد من ضمن مؤسسين الابليكيشن، حبيت جدا التجربة، خصوصا ان هما بيطوروا كل اسبوع. انت على سبيل المثال لو بتقبض مبلغ معين، فانت بتاخد نص 50% من المبلغ ده للحاجات الاساسية في حياتك زي المعيشة يعني، وجزء من 50% الباقيين حوالي 30% بيكونوا في الرفاهية يعني، الحاجات اللي مش محتاجينها اوي في حياتنا. تمام. 20% بقى بتبدأ تستثمرهم علشان فلوسك ما تفضلش راكدة، يبقى في تطور، يبقى في قصدي نمو لفلوسك.
زي كأنك هي بتبقى أصول، زي كأنك بتحط فلوسك في عقارات، بتحط فلوسك في عربية. مع الوقت لو اشتريت حاجة مثلا عقار أو شقة ب20,000 جنيه من 10 15 سنة، بتلاقيها دلوقتي داخلة في مليون جنيه. فانت فلوسك كده لسه محتفظة بقيمتها، بل بالعكس انت ممكن تكون كسبت أكتر وأكتر وأكتر. خليك حد مستثمر، فكر كويس، هتمنع نفسك من رفاهيات كتيرة، بس هترتاح بعد كده وهتكون مبسوط جدا بالنتيجة اللي انت حققتها. شكرا ليكم، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. طبعا انا بستخدم برامج كتير للمونتاج، بس انا الصراحة مش قادر. حبيت بس ان انا احيي صناع الابليكيشن ده او المنصة دي، ان هم بذلوا مجهود كبير جدا. هي مجرد وسيط بينك وبين البورصة، بيسهل لك بدل ما تلبس البدلة يونيفورم وتروح بنفسك، لا هم اللي بيعملوا كل حاجة نيابة عنك. وشكرا لكم جدا. سعيد جدا 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 بكل شخص اتفرج على الفيديو وكمله للآخر، وأتمنى لك كل خير وإنك تنجح وتحقق الهدف اللي انت محتاجه. شكرا، مع السلامة.